يلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه بقى النهارده. مش معنى ان احنا هنسلق قلب طيور يبقى مش هندلعها، لا ده احنا هندلعها بقى ايه، وهنخلي قبل وبعد السلق كمان. اذا كان بط بقى او فراخ او اي حاجه، نوع طيور انا بسلقه بعمله بالطريقه اللي هتشوفيها دلوقتي دي. يعني دي بطه كده انا حبيت بقى ايه اللي انا افرغ الجلد بتاعها، معرفتش فاتقطع مني، بس مش مشكله، هنتصرف برضو واعمل فتحات كده ايه في اللحم بتاع الصدر بتاع البطه. وعندنا بقى ايه هنا، بصل وطماطم مبشورة، هنحط عليهم فلفل اسود وملح بس، مش هضيف هنا حاجة تاني. وهبتدي ان انا ايه اخلطهم مع بعض بس كده. نجيب بقى البطة بتاعتي بقى دي، احنا لازم ندلعها يا جماعة، دي بطة وليها قيمتها برضو يعني. ننزل بقى تحت الجلد وفي الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينة كده. طبعا هي اتشوهت معايا بس معلش. وهنعمل كده كويس ونعمل مساج بقى للبطة بتاعتنا، ندلعها ونديها قيمتها واعتبارها برضو بره وجوه كده. وهسيبها شوية في التتبيلة دي يعني تقريبا كده نص ساعة، مش كتير يعني، نص ساعة بس تشرب من ايه من التتبيلة دي. اركنها على جنب بقى. الاول ايه احنا عايزين نعالج الجلد اللي اتقطع مننا ده، عشان لما نطلعها بعد كده ما يبقاش شكلها مش حلو. بس انا اجيب الجلد كده على بعضيه، وبأي خلة او الستيكس اللي هو بتاع الشيش طاووق، وهنلم الجلد على بعضه كده. بصي اهو، احنا لازم نتصرف برضو. هقفل الجلد على بعضيه بس خلاص اهي. هركنها بقى كده نص ساعة على جنب. هنا بقى عندي ايه تاني، عندي برضو ايه طماطم مبشورة وبصل، هحط لهم ملح وفلفل وبرضو هقلبهم على بعض كويس كده. عندي بقى الناحية التانية، انا عندي دي فراخ ماشي. دي بقى التفريغ الجلد بتاعها كان سهل عليا، ما كانش ناشف زي البط ومش هيتقطع مني ان شاء الله. تحت الجلد برضو بقى كده، وهنغخل التتبيله بتاعتي ومن جوه من جوه الفرخه وبره وجوه ومن كل ناحيه اهي. فرغي بايديكي كده الجلد، سهل بقى في الفراخ، وما عملتش فتحات ولا حاجه في الفرخه. الفراخ دي حجمها صغير فايه هتشرب التتبيله قوي، مش محتاجه الصدر بتاعها يعني ما فيهوش لحم كتير قوي يعني، مش محتاجه نعمل فتحات فيه. بس تبلتهم بقى كويس برضو، هسيبهم برضو نص ساعه على جنب. عندي بقى على البوتاجاز ميه، ولازم تكون بتغلي كويس قوي قوي يعني. وانزلي بالطيور، اي نوع طيور بقى عندك اعمليها بالشكل ده، بتفرق قوي في طعمها غير ان هي بتستلق بس كده. انا في الفراخ هنا بقى يا جماعه طبعا انا قلت لك هي حجمها صغير، فانا هضيف الملح بتاعها من الاول. ولما اجي اغطي اي نوع طيور تسيبيها مهويه كده سنه، ما تقفليش الحل عليها، الطيور بالذات يعني. اللحمه اقفلي وكمريها حلوه او عادي، انما الطيور لا. عندي بقى تاني كمان ايه، هنا زي ما قلت لك انا هضيف الملح من الاول لان الفراخ دي هتستوي بسرعه، مش هتاخد كتير، سنها صغير. البط بقى التعامل معاه مختلف سنه يعني. بس انا عندي كمان هنا ايه الحله التانية، طبعا مش هسلقهم مع بعض لان سنهم مش زي بعض ولا الحجم، في حاجات بتستوي قبل التانية. عندي بقى هنا حله تانية وبرده بتغلي كويس كده. هنزل البطه بتاعتي وهنزل حاجتها معاها اهي. هنزل لها ايه كمان بقى، طبعا ده في الحالتين الاتنين زي بعض بقى. دلوقتي هنزل معاهم بصل وجزر وطماطم ورق لورا وحبهان وفصين قرنفل. لو حابه تضيفي كرفس يبقى حلو قوي كمان برضو في سلق الطيور، حلو جدا كمان في سلق الطيور، بيشيل اي زفاره فيها. انا هنا بقى مع البط هضيف معلقه سكر. سكر يخليه يستوي اسرع لو سنها كبير،
ويسكر لحمها. بس انا كده خلاص هما استوى عندي بقى ده زيت بيغلي. عندي كمان ايه بقى، ده اللي هو البقسماط المتبل. مقطعت الفراخ طلعته من الشوربه من غير بيض ولا اي حاجه من الشوربه. قطعت الفراخ بتاعتي من الشوربه على طول، ورحت حطاها في قلب ايه، البقسماط المتبل بس، وحمرتها من غير بيض ولا دوشه. احنا لازم برضو ندلع الطيور، مش معنى ان احنا هنسلقها كان يبقى فيديو مش سريع هندلعهم معايا، او نسيت وندلع اقول لكم العيال البطه معاهم. انا عملت فيها ايه. البطه بقى يا ستي، انا عملت لها معلقه كاتشب وعليها معلقه زيت، سنه فلفل اسود، ورحت ايه دهنه البطه بتاعتي من فوق الوش وحطيتها في الفرن. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب اكون كنت خفيفه عليكم، بس انا حبيت بس اشارك معاكم انا بسلق الطيور بتاعتي ازاي. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، مع السلامه.